ولا مليون واحد يقدر يصدق الملعون ده. اهدى يا كبير الكهنة أرجوك. كبير الكهنة ناس سياسة الكهنة والمعبد وبقت بتسبح باسم الناصري كل يوم. ايوه بس دي مجرد رياح صيفيه وهتروح لحالها. رياح صيفية؟ الأسبوع اللي فات بس أمن بسبب نص قرية بيت عنيا وتقول لي رياح صيفية. أيوة ولكن والأسبوع الجاي هيخش أورشليم. طبعا الناس هتستقبله بالورد والسعف والنخل. لا برافو، حقيقي برافو. اوعدك يا كبير الكهنه ان احنا هنتصرف. ما بصدقكوش، وعدتوني كتير وما عملتوش أي حاجة. بالعكس أتباعه بيزيدوا كل يوم، ويوم ما حبيتوا تحرجوه حركوا هو أكتر قدام الناس. عندك حق يا كبير الكهنة، ده ولا كأنه ملك. احنا هنتصرف. ده قلت إيه؟ قال ان انت عندك حق. اللي قبلها قال ان احنا هنتصرف. اللي في النص قلت ده ولا كأنه ملك. برافو عليك. هو قال ايه يا كبير الكهنه؟ قال هنقدر نستغله ضده. مين الامبراطور بتاعنا؟ قيصر. مين حاكم ولايتنا؟ بيلاطس. بتبهرني بحكمتك على طول يا كبير الكهنة. ايوه بس انا مش فاهم حاجه. في ان بيلاطس هيحس ان في توتر في الشعب وان اليهود عايزين ملك غيره.